ثم يصلي ركعتين خلف المقام. فإذا انتهى من طوافه، وينبغي للمسلم إذا طاف بالبيت أن يستشعر كرم الله عليه ببلوغ البيت، وإذا بلغ البيت فحينئذ جميع ما يكون عنده من هموم وغموم الدنيا يستشعر أن هذا محلها. فكم اشتكى إلى الناس، وكم سأل الناس، وكم تعرض للناس، فهو الآن في بيت ملك الجنة والناس، وفي بيت ملك الملوك، وفي بيت من هو أرحم به من نفسه التي بين جنبيه. وهذا الذي هو في بيته أكرم مسؤول، وخير الغافرين، وأرحم الراحمين. فمهما كانت حاجته، سواء كانت من أمر الدين أو من أمر الدنيا، فليعلم أنه قد أنزلها بباب كريم لا يخيب من رجاه. وكم والله حدث الصادقون وأخبر الصادقون من قصص وحوادث لأناس، بل كان بعضهم مصابا بأمراض استعصت على الأطباء وحار فيها الأطباء وأعجزتهم، وبعضهم في أسقام وعلل يجزم الأطباء أن صاحبها لا يعيش. وما إن نزلوا في تلك الرحاب وبثوا إلى الله حزنهم وشكواهم إلا وقد كفوا المؤونة. لن تضع عند بيت الله مسألة ولا هم ولا غم ولا حاجة إلا جبر كسرك فيها. والله ثم والله، وأقسم بالله يمينا لا أستثني فيه، أنه ما من أحد يؤم البيت مؤمنا بالله موحدا لربه قد فوض أمره بجميع همومه من ديون وهموم وغموم وهموم نفسه وأهله وماله وولده، فيطوف بالبيت سائلا ربه مخلصا موحدا من قلبه، إلا انتهى أمر تلك المسألة شاء أو أبى، عاجلا أو آجلا، ولن يفيض ولن يخرج من تلك الرحاب إلا وقد جبر كسره، وجبرت نفسه الحزينة المتألمة، وجبر جسده المليء بالعلل والأسقام والأمراض، فيحس أنه رجع بقلب غير القلب الذي أقبل به. فهذا المقام مقام عظيم، بيت الله جل جلاله. لن تجد أحدا عنده كرب مهما كان الكرب، ولو أعجزه ولو عظم عليه ولو عظم على الناس. وأعرف رجلا مشلولا شللا نصفيا أنه نزل بالبيت الحرام في الفجر في السحر، وسأل الله وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أعجز الأطباء أن يشفوه، شلل نصفي أجارنا الله وإياكم، وهو بعربيته، فدخل تحت الستار في الحجر وشكى إلى ربه، فأخذته سنة، ثم استيقظ فإذا به يحرك أطراف أصابعه، فخاف أن الناس تذعر أو تنتبه، فأمر قريبه أن يذهب به إلى الفندق. ثم لما دخل الفندق قام كأن لم يكن به شيء. وهذا كله يرجع إلى قوة التوحيد والإيمان. الناس ما تعرف أين تذهب. هذا بيت الله، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذا الذي يقول هذا الكلام هو أصدق القائلين. هذا الذي يقول الكلام من إذا وعد لا يخلف، والله لا يخلف الميعاد، وإذا وفى يوفي على أتم الوفاء وأكمله. فبين سبحانه وتعالى أنه جعل هذا البيت قياما للناس، وأنه جعله بركة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للعالمين. هذه البركة فوق ما تتصور وفوق ما تتخيل. شهد الله أنه مبارك، فمنزل من نزله لا يخيب، لا يعرف من دخله خائفا أمن، ومن دخله قلقا مرعوبا مرهوبا
نزلت عليه السكينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن السكينة، إن إبراهيم لما بنى البيت بناها وبنيت على السكينة، بني على السكينة. ألا ترون الأعرابي الجلف الجاف يصيح ويرعد ويزبد، فإذا دخل البيت سكن وعلته السكينة إذا دخل المسجد. مما جعل الله في هذا البيت من الخير والبركة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وجعله مباركا وهدى للعالمين. طيب، هذا البيت الذي جعله الله قياما للناس، ما معنى قياما؟ هو يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإذا كانت الأموال تقيم بالناس، فإن الله سبحانه وتعالى يقيم لخلقه كل شيء سبحانه وتعالى. كسر ينجبر، فلو أذن لتلك الرحاب وتلك الأرض الطاهرة من بيت الله أن تتحدث بما قضي عليها من الحاجات وفرج عندها من الكربات وجبر من كسر المؤمنين والمؤمنات، لانتهت الدنيا وما قضت ما تذكره من المسائل والحاجات. عظمة لله، وما ضيع الناس إلا الغفلة. فليس هناك بلاء يصاب به العبد مثل الغفلة، وأولى الناس بالبعد عن الغفلة هم أهل العلم وطلبة العلم. تدخل بيت الله معتبرا مدكرا، فإذا أديت العمرة تؤدي شيئا لا تنساه عمرك، لأنك تزور بيت الله سبحانه وتعالى، بيت ملك الملوك. من الناس إذا زار البيت أو أدى العمرة لا ينساها عامه كله، لأنه يعرف ما الذي زار، بدل أن يتحدث: زرنا فلان وجلسنا مع فلان وعلان، فهنا بيت الله جل جلاله. ولذلك ذكر في القصص، وحتى إن رجلا كان من خيار عباد الله ودخل إلى الكعبة، فلما رآها صاح: بيت ربي بيت ربي، فما زال يبكي حتى خر ميتا من الشوق والحنين إلى بيت الله عز وجل. والناس مع الإلف تغفل، ولذلك من ألف شيء ربما حتى قالوا: أزهد الناس في العالم أهله، لوجود الإلف. لكن الذي أحيا الله قلبه وفؤاده فإنه يعامل الله المعاملة التي تليق به. فإذا دخل بيت الله، بل إذا دخل الحرم وحدود الحرم والحرمات، النفس تلهج بالثناء على الله: الحمد لله الذي بلغني هذا الحرم الذي وصلت إليه، والحرم الذي تسكنه، والحرم الذي أنت فيه. هلكت أنفس وما بلغت، التقمتها البحار والفيافي والقفار، وجاء عليها الأمر في ظلمة ليل أو ضياء نهار، وأنت تسكن في هذه الرحاب آمنا في سربك معافا في جسدك، عندك قوت يومك. أي فضل مثل هذا الفضل؟ لا تغفل. إذا جئت في عمرة أو جئت في زيارة تعظم نعمة الله عليك، وإذا كان عندك هذا الشعور فعندها ينظر الله إلى قلبك فيملأه، فيجد مليئا بتعظيم الله، وعندها تكون الكرامة أكمل والفضل أعظم، فيخرج الإنسان بأعظم ما يخرج به معتمر أو حاج. تخرج إلى الحج والعمرة، فإذا بدأ الطواف أمره عظيم. وعلى طلبة العلم والخطباء والأئمة إذا جاءت مواسم الحج والعمرة أن ينبهوا الناس على هذه العبادة وما فيها من الفضائل والنوائل. السعي بين الصفا والمروة، لماذا قلنا جعلت هذه الشعائر من أجل توحيد الله؟ لماذا؟ لأن هاجر حينما فقدت الماء وأصيبت بالكرب ورأت الموت، خشية الموت عليها وعلى ولدها، جاءت تسعى في هذا الموضع. ففي هذا الموضع فرج الله كرب امرأة لا عائل لها إلا الله، وفرج كرب صبي أشفى على الموت فأنجاه الله، وجعل الله تفريج كربه من تحت قدمه. ما جاء أحد يصب الماء لهاجر، لا أبدا، يفرج من تحت قدم الصبي الذي تريد أن تنقذه، لأنها نادت الله ونادت ملك الملوك، ولأنها في رحاب الله جل جلاله عند بيته وعند هذا الوادي المقدس المطهر الذي باركه الله جل جلاله. هذه الأشياء ينبغي أن يعرف الإنسان أين هو
وأن ينبه الناس إذا جاءوا ما الفائدة أن يتكلم عن أحكام الفقه ومسائله وكذا، وتذهب الناس تعتمر وترجع دون أن ترجع بقلوب غير القلوب التي ذهبت بها. وأعظم شيء أن ترجع وهي بالأصل الأصيل الذي تناجي بها ربه، إياك نعبد وإياك نستعين. ما رجعت بشيء أعظم من هذا الشيء، العهد الذي بينها وبين الله، أن تعبد الله وأن الله سبحانه وتعالى يكفيها، ومن صدق مع الله صدق الله معه. الطواف بالبيت أمره عظيم وشأنه عظيم، وكان بعض السلف ليس عند الطواف، كان بعض السلف إذا دخل في حرمات العبادة، كان بعض السلف إذا أحرم بالحج والعمرة كأنه حية صماء، ما في إيش كنتم إيش فعلتم، ولو أنتم ذاهبين للفندق الفلاني أو نازلين السيارة الفلانية، والله طيبة في السفر، والله ما شاء الله الكفر السيارة، هذا عبث، هذا ضياع وقت. وإذا خرج معك طلبة العلم وأن تنتسب للعلم والدعوة عار عليك، ما يليق بإنسان. لماذا نذكر بهذه ونعيد التذكير بها؟ لأن حقوق الله تضيع، وإذا ضاعت بين طلبة العلم والمنتسبين للعلم والأخيار من الذي يحييها؟ وأعظم من هذا مصيبة إذا صورت وجعلت للناس قدوة في الكهكه والضحك، غافلا عن أعظم شيء وأقدس شيء تشرفنا الله بالإيمان به وبمعرفته. فعرف الناس ما قدمك الله لتضحك، ما قدمك الله لتبين ما أنت فيه، من قدمك الله تقدم العبادة إليه وتهديهم إليه وتدلهم عليه وتأخذ بحجزهم من ناره. فهذه العبادات الجليلة العظيمة مواسم خير. ما الذي كان الناس إذا انتهوا من رمضان حزنوا على فراق رمضان، ولا يجبر هذا الحزن إلا قرب الموسم وقربهم من الحج إلى بيت الله الحرام. فمع أنه شهر شوال كاملا وشهر ذو القعدة كاملا، لكن قلوبهم مشتاقة، فتجد شوقهم إلى الحج إلى بيت الله الحرام بمجرد أن ينتهوا من موسم العبادة. وهذا فضل من الله على هذه الأمة. فالله في حق الله العظيم، وهو استشعار العبادة. ليس المهم أن تعرف الأحكام، هذا مهم، وأهم من ذلك أن تعرف لما حكم الله بهذا وأمر به عباده وشرعه لعباده، وهو توحيده، لأنه أراد منهم أن يوحدوه وبالعبادة يفردوه وأن يجددوا معالم هذا التوحيد. فتجد الإنسان حينما يأتي إلى العمرة فيهتز كتفه إلى جنب أخيه في الإسلام من مشرق الأرض ومغربها، قال لا إله إلا الله، من الذي جمعني بهؤلاء؟ ولا إله إلا الله، من الذي جاء بالمسلم من مشرق الأرض ومن مغربها؟ لأن الله كتب سبحانه في علمه وسابق علمه وجرى القلم بما هو كائن ويكون أن كتف فلان من أقصى الشرق تجتمع بكتف فلان من أقصى الغرب في ثانية من العمر. سبحان ملك الملوك، هذا العز وهذه العظمة وهذا الجبروت وهذه المعرفة. تطوف وأنت تتأمل عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله. هذه الأصوات وهذه المسائل يسمعها ويعلم ما حوائجها، ولا يقضي تلك الحوائج إلا الله، ولا يفرج الكربات كلها إلا الله. استودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها. هذا التوحيد الخالص، أن تريد وجه الله، أن تعبد الله كأنك تراه. ما معنى أن تعبد الله كأنك تراه؟ ولذلك طاف ابن عمر رضي الله عنه، فجاء عروة يريد أن ينكح بنته، يخطب إليه بنته، فلما رآه يطوف اقترب منه وذكر له حاجة، لأن الطواف يجوز فيه الكلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت الصلاة ولا يتكلم فيه إلا بخير. فإذا أراد الإنسان يتكلم بخير، إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير. فجاء وقال إني أريد ابنتك رمانة، هي ابنة عبد الله بن عمر، فأعرض عنه ابن عمر ولم يكلمه ولم يلتفت إليه. عروة بن الزبير ابن حواري النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف في شرفه ومقامه وعبادته وخيريته رحمه الله. فلما انتهى الطواف ظن عروة أن ابن عمر لا يريد أن يزوجه، فأعرض ومضى. فلما انتهى الطواف أو رجع إلى المدينة
لقي ابن عمر فقال له ابن عمر: إنك زعمت أنك تريد ابنتي رمانة. قال: نعم. قال: أكما أنت، يعني هل نيتك على ما هي عليه؟ قال: نعم. فزوجه إياه، ثم اعتذر له وقال: إنك سألتنيها في مقام يتراءى للعبد ربه، أن تعبد الله كأنك تراه، في مقام أنا قاعد أطوف، أنا وإذا طفت أطوف بعبادة فأعبد الله كأني أراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. تأمل نفسك وأن تريد وظيفة، تأمل نفسك وأن تريد حاجة، تريد مال، تريد ابنة تشفى تعالج، تأتي إلى الطبيب، تأتي إلى المدير، تأتي إلى الغني، تقول له: عندي والله الكرب الفلاني والكرب الفلاني، وأنا بحاجة إلى كذا وأنا بحاجة إلى كذا. هذا الذي تقوله للمخلوق اذهب وقله عند بيت الله، بدل أن تسأل المخلوق اسأل الله جل جلاله. وبث حزن، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فإنك إن صدقت مع الله وسألت من كل قلبك مؤمنا، المشركون لما سألوا الله ودعوه مخلصين له الدين أجاب دعاءهم وفرج كربهم مع ما هم فيه من الشرك، فكيف بأحبابه وأهل التوحيد وأهل الإيمان. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يحيي موات قلوبنا، وأن يرزقنا المعرفة به سبحانه على الوجه الذي يرضيه عنا. فالطواف بالبيت أمره عظيم، فإذا أراد المسلم أن يطوف بالبيت استشعر هذا الفضل. كان بعض الصالحين إذا طاف بالبيت تقاربت خطاه، لأنه في عبادة ما يريدها تنتهي، أنه يتلذذ بالعبادة. قال بعضهم: هذا غلو. طيب إذا صلى وطول في صلاته هذا شيء، إذا خرج إلى حج التمطع نعم، أما إنسان جالس يذكر الله متلذذا بطوافه ببيت الله سبحانه وتعالى. وكان حتى بعض السلف إذا خرج إلى الصلاة يقرب بين الخطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يخط خطوة إلا كتبت له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفعت له بها درجة. فهو يستكثر من فضل الله عز وجل عليه. فإذا طاف الإنسان لا يطوف وكأنه يريد أن ينتهي من الطواف، وإنما يطوف وهو يستمتع بالوقوف بالطواف ببيت الله عز وجل والقيام بحق الله في هذه العبادة الجليلة العظيمة. فنسأل الله أن يرزقنا ما يرضيه عنا في الأقوال والأعمال في ظاهرنا وباطننا. نعم.